النهاردة هنغير في الجاكيت ده، هنخليه حاجة تانية خالص. تمام، وحاجات بسيطة جدا. الجاكيت ده اولا بتاع ماما ومن زمان جدا، حتى الستايل بتاعه قديم، فهنحاول نغير فيه بقى حاجات هبلة خالص. الشريط ده كان باقي عندي من الكتافات اللي احنا كنا عملناها مع بعض، ولو ما شفتهاش لازم تشوفوها عشان بجد بتغير في شكل اللبس خالص. المهم ده كان باقي، كان المتر منه ب15 جنيه، فمش حاجة يعني. وجبت كمان شريط ريش، المتر منه كان ب120، وانا اخدت بالظبط نص متر ف60 جنيه. ابرة وخيط، يلا نبدأ على طول. بص، اول حاجة هعملها ان انا هشيل الزراير بتاعتي، شكلها مش حلو، واصلا تحسه هي اللي مخليه الجاكيت قديم كده، اللي هو تحسه الستايل بتاعه مش قد كده. نشيلها ايه بقى بالراحة. وعايزين نتكلم في حاجة، وهي يا جماعة إعادة التدوير، وخصوصا الحاجات اللي بنحولها ونخليها سواري. بجد دي من اكتر الحاجات اللي بتبسطني وبتساعدني، علشان بجد اقل فستان علشان تعمليه بيدخل في 1000 جنيه. والمناسبات كتير جدا، مناسبات خطوبة بقى وكتب كتاب وحنة ومش عارف ايه وحاجات كتير بجد. في حاجات او في مناسبات وناس ما بنكونش قريبين منهم قوي، فبنكون عاوزين حاجات مش كبيرة، حاجات مش كتيرة، وفي نفس الوقت عايزين نطلع شكلنا شيك كده وحلو وإليجنت وزي القمر. فايه فيها لو طلعنا حاجة عندنا وغيرنا فيها وخلينا شكلها حلو، ما تكلفنيش كتير، في نفس الوقت تطلعني حلوة. هي دي الفكرة. طيب، انا عندي هنا في الجاكيت ده هما فكرتين. هغير بس في الكولة دي او الردة اللي قدام، نخلي فيها حتة استراس بقى وحركات. هي دي اللي هتبقى الحتة المجنونة، لان القماش اصلا مقلم وفيه الوان، فانا مش هحط حاجات كتير بقى، يعني هو كفاية عليه. طيب، اول حاجة عملتها، جبنا الشريط الاستراس ده، وهنقيس الطول اللي انا عاوزاه او اللي انا محتاجاه. تمام، هو انا اصلا ما عنديش غير الحتة دي، فاحنا ايه، هنتصرف على اساس بقى الحتة دي. انا حتى ما مش هروح اشتري جديد بقى ومش عارف ايه وكده، لا انا عندي، فانا هستغله بقى بالشكل اللي هيطلع عليه بقى، مش حوار، بس هو ان شاء الله هيطلع حلو. طيب، انا قست الطول اللي انا محتاجاه، وبعدين ايه، هقصه، والباقي ده هشيله، عشان صدقوني هو ممكن تكون حته باينه، حته صغيره ومش عارف ايه وكده، بس تنفعنا في حاجه تانية، ممكن نغير بيها شكل لبس تاني برضو، نعمل نفس الحوار تاني. كده انا اخدت طول الردة دي او الكولة دي، وقصيت على حسب الطول اللي عندي. طيب، الطريقة اللي هنعملها دي يا جماعة اسمها طريقة عكس عكاس. يعني انا ما عنديش غير الحتة دي اللي فاضلة عندي من الشريط ده، فانا هحاول اطلع منها للاتنين. اوكي، فاحنا نروح نعمل ايه، طريقة العكس عكاس دي يكون في سن من تحت زي مثلث، ومن فوق برضو نفس الحاجة. احاول اظبطهم الاتنين كده زي بعض، نثبتهم بدبابيس، انتي تاخديهم على جنب على الترابيزة وتقصيهم، نقص بس ايه من الجنب، ونفصلهم الاتنين عن بعض. بعد كده بس الجاكيت علشان ايه ما يحصلوش اي حاجة. تمام. طيب، بعد كده ايه، اهو طلع عندي الاتنين، انا قصيت الجنب، قصيت قصدي من الجنب، وطلع عندي اتنين زي بعض. حلو. انا بحاول اوريكم الفكرة او الشكل النهائي اللي ايه هنوصل له ان شاء الله يعني في النهاية. وانا اصلا يعني ما كنتش بصراحة عندي تصور كبير بقى لشكله ايه هيطلع ومش عارف ايه وكده، بس اللي هو خلاص يعني هو حاجة عندي وعاوزين نغيرها، عندنا مناسبة، فيعني نتصرف. طيب، هاخد اول واحدة فيهم وابدأ اثبتها بالابرة والخيط عادي جدا، ما فيهاش اي فن بجد، سراجة عادية. هبدأ بس نثبت في الاطراف كويس، يعني نعمل غرزة 2 كده في الاطراف علشان ايه تثبت معنا كويس.
ونظبط بالظبط بقى على المقاس اللي احنا عاوزينه، عشان هو ده اللي هيبان وهو ده اللي هيطلع في الاخر. لو انا عندي من الستراس ده حبة زيادة كان ممكن اخليها كمان داخلة لجوه، يعني الطرف بتاعها في تانية اتني لجوه شوية لو فاهميني، يعني ما يبقاش بس في الوش الستراس ده، ما يبقاش بس على الوش، لا كمان ايه كأني بغلف الكولة دي او الردة دي كلها. تمام. بس ايه، احنا اللي عندنا وموجود عندنا في البيت خلاص يعني هنرمي ده ونروح نجيب جديد ليه يعني. المهم ظبطت كويس قوي الشكل، لان انا لسه زي ما بحكي لكم ده هيكون ايه سطحي كده، كأني بحط غطا بس على الحتة دي. نبدأ نثبت من الجنب زي ما حكينا قبل كده. احنا بندخل هو الستراس ده، لو كنتوا شفتوا الفيديو بتاع الكتافات هتلاقوا ان هو اصلا كان فيه زي فواصل، يعني ما بين الحبة الخرز والحبة التانية في فاصل كده او فراغ، بنخيط في الحتة دي علشان بس الخيط ما يبانش. وهو كمان اللي ساعدني ان البطانة اللي تحت لونها اسود مش هتبان، هي ما بانتش يعني عموما. نثبت بقى ونعمل ايه سراجة عادية جدا. المهم اهو خلصنا الاتنين، عملت الاتنين نفس الحاجة، عملت سراجة عادية بس ما عملتش اي فن. بعد كده هنعمل ايه، هنثبت شريط الريش. طيب بص انا هقول لكم حاجة عشان نكون على نور. بس شريط الريش ده بيكون فيه حتة ستانة من فوق. في اغلب الحاجات السواريه الستانة دي بتكون من تحت والكم هو اللي عليها من فوق، حلو كده. بس انا كان عندي اختيارين، يشيل الاسوره السوداء دي واعمل زي ما بقولكوا كده ان الستانة تكون من تحت والكم من فوق، وعلى فكرة كان هيدي شكل حلو، بس كان هيبين ايدي وكان هيبين ان الكم قصير حلو وانا طويلة حبتين. فيعني هو اصلا الكم بتاع الجاكيت ده كان قصير عليا سيكة، فانا الصراحة ما حبيتش اغامر وما حبيتش اقصر اكتر، يعني هو كفاية كده، فاهمين؟ لو انت مثلا هتأثري او حاجة او هو كل حد يعني على حسب الحاجة اللي موجودة عنده في البيت. يعني انا لو عندي الاسورة دي كانت بايظة مثلا انا كنت هقصها عادي جدا، كنت هشيلها واكمل. فاهمين الفكرة؟ على حسب الحالة اللي عليها الجاكيت عندك مثلا او عليها البلوزة او ايا كان، يعني الحاجة اللي هتغيري فيها. بعمل برضو سراج عادي جدا مفيهاش اي فن. وانا بحب في الحاجات اللي فيها اعادة تدوير كمان السراجات اكتر من ما انا ممكن امشي بيها يعني امشي عليها بالمكنه. بس انا بحب في الحاجات دي ان انا اعمل سراجة عادية، لان انا بحب اغير كتير بصراحة. يعني انا ممكن كمان شوية او الشتا الجاي مثلا يكون عندي مناسبة وانا لا بقى خلاص الناس شافتني بالفكرة دي، خلاص انا عايزة اغير، فممكن اغير. مفضلش افك بقى في خياطة مكنة وممكن ابوظ الريش بتاعي او ابوظ الجاكيت او ايا كان. لا انا خليني في السراجة الخفيفة، اللي هو لما احب افك احب اغير تاني يبقى اغير تاني، مش مشكلة، براحتي يعني. بنسرج عادي جدا من فوق، وانا اهو بنوه تاني كل واحد على حسب الحالة اللي عليها الجاكيت بتاعه او ايا كان الحاجة اللي انت بتعمل لها تدوير. هنا حمادة كان بيحاول يساعدني شوية، هو كده فضولي وبيحب يساعد حبيب قلبي. المهم بنكمل سراج عادي جدا لحد ايه بنبدأ انا نسيت، بنبدأ السراجة او سوري بنبدأ نحط
الشريط الستان عند الخياطة بتاعة الاسورة كده بنلاقي فيه خياطة عند المعصم بتاعنا، اللي هي خياطة حتى بتبص على بطن ايدك. حلو. دي بنبدأ نحط الخط الستان عليها، ونبدأ نسرج 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 لحد ما نوصل لحتة الخط التاني، ونقص ونثبتها. هي دي الفكرة. جماعة على فكرة كمان، يعني خلوا بالكم وانتوا بتشتغلوا في الريش ده، لان هو بصراحة مش رخيص برضو. يعني ان نص متر يطلع ب60 جنيه. ولو انا شلت الاسورة السودا اللي تحت، على فكرة كان هيبقى باين خفيف قوي، يعني الريش كان هيبقى باين خفيف. فانا مثلا لو عايزة اعمل فوليوم او عايزة ادي شكل قوي للريش، كان ممكن استخدم منه طبقتين، يعني استخدم المتر، فكان هيكلفني 120 جنيه. فهو برضو مش حاجة رخيصة لو احنا بنتكلم في تكلفة وكده وعايزين اقل تكلفة. هو برضو مش حاجة رخيصة يعني. وكمان لازم تاخدي بالك منه، لان الريش ده وانتي بتخيطيه يعني بيطلع، يعني هو مش حاجة ثابتة اوي، لا عادي ممكن يطلع، ممكن يحصل حاجات كتير جدا. فناخد بالنا، لان انا حتى انا وبالخيط مرة عمل كده اللي هو عك معايا، ففي كام ريشة طلعت مني. طيب هنا وصلت لاخر حتة، اللي هو خلاص رجعت تاني للنقطة بتاعة الخياطة بتاعة الاسورة. هنبدأ نعمل ايه؟ خلاص انا اعلم وايه، بس انا كنت بتأكد بقى ان انا خلاص في اخر حتة، واعلم اخد يعني اللي هو خلاص انا وصلت للحتة اللي انا هقص عليها. والطريقة دي احسن بالنسبة لي انا واريح لي من ان انا اعلم من الاول، او ان انا اقيس من الاول واروح قصة واجي اثبت، مثلا يطلع مثلا انا زودت حتة ستان سنتي من اليمين، فما كملتش معايا لما جيت الف. فاهمين؟ ممكن يحصل اي حاجة. انا بالنسبة لي بحب اريح دماغي، ولا حسابات ولا اي حاجة. باجي اول ما اجي خلاص عند اول ما اجي خلاص يعني خلصت وهاجي وصلت للناحية التانية، اروح اقطع براحتي والدنيا تمام، ولا حتة نقصت، ولا فك تاني، ولا خيط تاني، ولا اعمل اي حاجة. احب انه افضل كده في السيف زون، عشان ما نعكش يعني. وبيني وبينكم انا ما بحبش العك، عشان انا اصلا بتزنق لاخر 3 ثواني. يعني ده اتعمل برضو يوم الفرح، فيعني انا ربنا تولاني بصراحة على المرقعة دي. بس ما فيش حد فينا عايز يضيع وقت ويفك ويخيط ويعمل حاجات 100 مرة يعني. المهم هنا اهو خلاص وصلت للنهاية، لفينا ورجعنا تاني للمكان. خلاص علمت، قصيت الحتة اللي انا خلاص اخدتها، نثبتها بالابرة والخيط. بس ونثبت، مفيش اي حاجة برضو. وهقول تاني يا ولاد، انا بحب السراجة في الحاجات اللي بعمل لها اعادة تدوير، عشان انا بزهق بسرعة. ممكن كمان شوية يكون عندي مناسبة افك ده كله، فيبقى لما اجي افك يبقى بالنسبة لي سهل. انا ما بحبش اركن اي حاجة
بحب استغل كل حاجه بجد في الدولاب، يعني حاجه ماما، حاجه خالته بقى، حاجه عمته، حاجه بابا، عشان لسه هندخل في الحته دي قريب. ما تستغربوش يعني، ما بحبش ارمي بصراحه اي حاجه، ومش لازم يعني، فاهمين اللي هو الناس مش لاقيه لبس ومش لاقيه حاجه، وبعدين فكره ان الهدوم تترمي كل كل العك ده مش لطيف يعني، حتى في الوقت الحالي اللي احنا فيه والظروف اللي احنا فيها. بس انا بثبتها بقى ايه في الطرف كويس، عشان ما تفكش مني بقى مع الرأس والحركة ومش عارف ايه وكده. بصوا ازاي بقى ايه الريش كان بيعك معايا شوية في الخياطة. انا بحب اعمل غرزة كده في الاخر، اطمن ان كل حاجة ايه ثابتة. الحمد لله خلصنا الايد الاولى يا ولاد، وشكلها عجبني. انا بصراحة بحب الريش والحاجات اللي فيها ريش بقى وحركات ومش عارف ايه وكده، فكان عاجبني. هنا كنت بوريها لماما، كانت عشان كانت جنبي. المهم بقى هنعمل نفس الحاجة في الايد التانية. هنعمل نفس الحركة، ان انا ابدأ من عند الخياطة واثبت والف لحد ما ارجع تاني، وبعدين احدد الحتة اللي انا هقصها واقص واثبت، وبس كده، مش هنعمل حاجة تاني. بص بقى خلاص، شكلها خطير بجد بقى يعني. هنا عشان انا بحب الريش والحاجات دي، فانا لا كانوا عاجبيني جدا. بس زي ما قلت هما بصراحة خفاف، لو كنت عايزة حاجة كبيرة كنت هعمل طبقتين. طيب انا كان فضل مني حتة، واستحالة نسيبها كده يعني، هي هنرميها يعني، لا. المهم ماما اقترحت عليا ان نعمل ايه، زي حتتين ريش كده نحطهم على الياقة، نغير كده ونعمل جو. عملت طبقت، احنا قصينا الاول الحته اللي فضلت بالنص عشان نعمل اتنين، وعملت كده زي التنايات وخيطتها. حلو، تنتها يعني اكتر من مره، وخيطها عادي، اثبتها كده ايه بالخيط. هي كانت تقيله بصراحه يعني، الستان اللي فيها تقيل، فايه متستغربوش يعني، عادي. بصوا ده ايه هيكون شكلها في الاخر، وهنثبتها في الطرطوفه كده، عشان ايه يبقى يعني الريش نازل على الراس الابيض ده والفضي، يدينا ايه شكل كده ايه لذيذ. الصراحة هنا يعني اللي هو ست الكل هتيجي كابوسها يعني، لا فكرة جامدة، غيرت في شكل الموضوع في الاخر خالص جدا يعني، خالص قوي جدا موت كلهم بجد يعني. الحتتين دول بس ودوه في حتة تانية يعني. هو الصراحة الريش ممكن يكون غالي، بس انا شايفة ان هو الصراحة تمنه فيه. وحتى لو كنت جبت طبقتين وكنت عملته اكتر، كنت برضو هبقى شايفة ان تمنه فيه، مش عشان انا بس بحبه، بس عشان هو بجد بيغير الحاجة جدا،
وكده كده ما كنتش هتعملي حاجة جديدة ب120 جنيه، يعني صباح الفل. هحاول اثبتها بقى ايه بالابرة والخيط في الطرف. احنا ممكن نعمل افكار كتير جدا على فكرة لو هنغير في الجاكيت ده، مش بس الاستراس والريش. يعني انا كان ممكن ما احطش الاستراس ده واحط الريش في الاسورة، وبدل الاستراس احط الكتافات اللي انا عملتها، كانت هتخلي شكل الجاكيت برضو تحفة. عشان كده بقولكم ان انا بزهق وممكن اغير. ممكن تلاقوني شلت الاستراس ده كله ورحت لبسته مرة تانية بس بالكتافات. ممكن نعمل حاجات كتير جدا على حسب خيالنا، وعلى حسب الحاجة اللي احنا هنعمل لها، على حسب الحالة بتاعت الحاجة اللي معايا. ممكن يعني نعمل حاجات كتير، وممكن نستخدمها اكتر من مرة باكتر من شكل. الواحد بس يفكر كده ويدخل على بنترست ويشوف الحركات. في بصراحة بنترست افكار خطيرة. ثبتها بس ايه كويس كده، عشان الريشة دي كانت ضاعت، كنت هزعل قوي بصراحة. ان شكلها كان لذيذ خالص 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 بعد كده في اللبس. بس خلاص ثبتها، يلا مع السلامة كده، خلصنا من واحدة. شكلها طبعا غير 100 درجة، 180 درجة، حاجة تانية بجد. ثبت التانية. عارفين كمان كان ممكن نعمل ايه؟ الاستراس اللي كان فاضل معانا كان ممكن اخد منه واحدة والزقها في الريش اللي في الطرف فوق، كان برضو هيدي شكل احلى. عشان كده بقولكوا على حسب خيال كل واحد، وعلى حسب الحالة بتاعة الحاجة اللي معاه. ممكن نغير في حاجات كتير جدا، ممكن نحط افكار كتير جدا. 'ثبت التانية برضو في الطرف عادي. وسراج برضو يا جماعة، احنا كان ممكن نبص عليها بالمكنة، بس انا ايه زي ما حكينا كان شكله لذيذ جدا على فكرة. لبسته على بنطلون اسود، طب اسود من تحت، كان شكله عسول جدا. الناس بقى بتسألك يا انت جايبة الحاجة دي منين مثلا، او عملتيها عند مين وكده. لا يا جماعة والله العظيم انا مش عارفة اقول لكم ايه، بس يعني ده حاجة من دولاب ماما وغيرنا فيها شوية حاجات. بصراحة لما باجي افكر كمان، انا ما كانش في مخيلتي خالص انه هيعجبني بأمانة. يعني انا كنت كل اللي بفكر فيه انها فكرة جت في دماغي هجربها، عندي مناسبة، ويا صابت يا خابت. بصراحة ما كانتش صابت، ما كناش هنروح المناسبة عادي جدا. بس هي الصراحة شكلها في الاخر طلع لذيذ يعني، امور كده. بس انا بالنسبة لي اهم حاجة اثبت الحتتين دول بجد، لان هما صغيرين، وهما بجد اللي خاف عليهم ان هما مثلا يتحركوا، يروحوا كده يروحوا كده. ومش هتحسي بيهم على فكرة، حتى لو ممكن يضيعوا مش هتحسي بيهم. بس نثبتهم كده ايه كويس،
وانا لحد اللحظه دي والله العظيم برضو كنتش مقتنعه ان هما في اللبس هيكون شكلهم حلو، بس بجد بجد اللي فرق هما الحتتين الريش اللي في الاخر دول. بصوا ازاي، بصوا كمان في اللبس بجد شكلهم طلع احلى. شايفين بجد خطار. شايفين كمان الريش اللي في الكم ده وده في حتة تانية خالص. امور قوي بجد صراحة، عجبني، كنتش متوقعه. وبس خلصت.